السلام عليكم ورحمة الله. حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. انا ماما نونا، والنهاردة هنحكي حكاية جديدة. هنحكي يا حبايبي عن اعظم نبي ورسول، وهو خاتم الانبياء والمرسلين، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. عارفين هنحكي ايه النهاردة عن سيدنا محمد؟ هنحكي ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان يا مكان يا سعد يا إكرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. شاطرين يا حبايبي، كلنا نقول عليه الصلاة والسلام. في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول من عام الفيل سنة 571 للميلاد، ربنا سبحانه وتعالى جعل اليوم ده هو ميلاد أعظم نبي ورسول للأمة. هو مين يا حبايبي؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اتولد سيدنا محمد في هذا العام، في هذا الشهر، وفي الوقت ده رجمت الشياطين، وسقطت 14 شرفة من أوائل كسرى، وكمان انطفأت نار المجوس. وفي الوقت ده نادى يهودي للقوم وقال لهم: يا قوم، النهاردة هيحصل حدث كبير جدا. النهاردة هيظهر نجم أحمد، وهيحدث أعظم ولادة، وهي ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أمه يا حبايبي آمنة لما ولدت في سيدنا محمد وهي بتلده شافت إيه؟ شافت نور في السماء، وشافت في قصور الشام، كأن يعني الدولة بتاعت سيدنا محمد هتمتد إلى إيه؟ إلى الشام. وهو ربنا سبحانه وتعالى جعل ولادته سهلة جدا. ولما اتولد سيدنا محمد سمع صوته جده عبد المطلب، لأن والده ساعتها كان توفى. النبي صلى الله عليه وسلم اتولد يتيم. أخدوا جده يا حبايبي، اللي ضمه جدا كده لصدره، وحس يا حبايبي وقتها إن الطفل ده هيبقى ليه شأن كبير جدا وشأن عظيم. وبعد أخده يا حبايبي وطاف بيه، وراح رجعه لأمه وقال لها: أسميته محمد، يعني أنا سميته محمد. يا آمنة. وبعد كده السيدة آمنة أخذت سيدنا محمد، وبعدها يا حبايبي دوروا بقى علشان خاطر حد ياخد سيدنا محمد علشان يرضعه، لأن في الوقت ده كانت المرضعات هي اللي كانت بترضع الأطفال اللي بيتولدوا. يعني الأم ما كانتش هي اللي بترضع ابنها، لأ، كانت المرضعات هم اللي بيرضعوهم. وكان بيجوا المرضعات دول من كل مكان علشان ياخدوا الطفل ده يرضعوه. السيدة آمنة الخادمة خدت الطفل بتاع السيدة آمنة اللي هو سيدنا محمد علشان خاطر تعرضه على المرضعات. لما كلهم عرفوا إن هم يتيم يا حبايبي رفضوا ياخدوه. وكانت كمان السيدة حليمة وقتها جاية هي وجوزها، ولما برضو عرضت عليها الخادمة إن هي تاخد محمد راحت رفضت وقالت لها: أنا هعمل إيه بيتيم؟ وبعد كده رجعت نفسها تاني وقالت: لعله يكون هو وشه خير علينا، ويكون هو اللي هيجيب البركة للبيت بتاعنا. فعلا أخدته السيدة حليمة ورجعت بيه. ولما رجعت كانت الإيتان بتاعتها اللي هي جاية بيها اللي هو الحمار، يعني كان ضعيف جدا وهزيل. لكن لما رجعت بيه ما شاء الله مشي وكان سريع. وكانت النسوة اللي معاها قالوا لها: ما بال الإيتان يا حليمة بتاعتك بقت سريعة؟ راحت قالت لهم: أكيد دي بركة محمد. واستبشرت بيه خير يا حبايبي وقتها. وبعد ما رجعت السيدة حليمة أرضعت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولقت ما شاء الله اللبن زاد جدا عندها. وكمان رضعت ابنها، وابنها شبع بعد ما كان بقاله يومين ما بينامش من قلة الجوع. شبع هو كمان ونام، إلى أن مرت يا حبايبي سنتين. وفي خلال السنتين دول السيدة حليمة كانت شايفة البركة في بيتها. ومن ضمن البركة دي إن كمان الأغنام بتاعتها كانت مليئة باللبن، رغم إن الوقت ده كانت فيه جفاف
وكانت النساء بييجوا يقعدوا يقولوا إحنا هنمشّي الخرفان بتاعتنا مع خرفان حليمة علشان خاطر هي كمان تشبع، لكن ما كانتش بتشبع ولا حاجة، وكانت اللي بتشبع بس هي الماشية بتاعة السيدة حليمة. بعد كده يا حبايبي سيدنا محمد كمّل السنتين بتوع الرضاعة، وكانت زعلانة جدًا إن هي هتفارقه وهتودّيه لأمه. رجعت بيه فعلًا لأمه السيدة آمنة، واستأذنتها السيدة حليمة وقالت لها: "أنا عايزة محمد يقعد معايا لإن أنا اتعلّقت بيه جدًا وابني كمان اتعلّق بيه." واتحايلت عليها كتير لغاية ما فعلًا السيدة آمنة وافقت إن هي تاخده معاها، وخدته يا حبايبي السيدة حليمة معاها و لغاية ما كبر. ولكن حصل حاجة غريبة جدًا لمّا جيت كمّل 4 سنين، جه حصل حاجة غريبة لسيدنا محمد، إن هو جه راجلان وكانوا طبعًا الرجلان دول كانوا ملائكة، وشقّوا صدر سيدنا محمد وأخدوا قلب سيدنا محمد وغسلوه، وبعد كده رجّعوه تاني. وطبعًا مين اللي شاف ده كُلّه؟ كان ابن السيدة حليمة هو اللي شاف ده كُلّه، طلع يجري على أمه وقال لها: يا أمي محمد في راجلين جُم وشقّوا صدره ومش عارفة عملوا فيه إيه. طلعت تجري السيدة حليمة وهي خايفة جدًا على سيدنا محمد، وشافت فعلًا الرجلين وعرفت إن هُم ملائكة ودول مش عاديين، وخافت جدًا على سيدنا محمد يا حبايبي، وقررت إن هي تاخده للسيدة آمنة وترجّعه لها تاني. راحت السيدة آمنة قالت لها: "أكيد يا حليمة حصل حاجة، احكي لي." حكت لها السيدة آمنة، وراحت السيدة حليمة قالت لها: "دول ملائكة ومش شياطين، وأنا أول ما ولدت بسيدنا محمد حسيت إن في حاجة غريبة، حسيت إن هو ليه شأن، هيبقى ليه شأن عظيم، وشُفت كمان في السما نور. أنا حاسة إن ابني محمد هيبقى ليه شأن كبير جدًا." تركت السيدة حليمة سيدنا محمد في حضن أمه، وعاش معاها لغاية ما كمل 6 سنين يا حبايبي. ولما راحت زيارة لخلانه عشان خاطر يشوفوه طبعا لأن المسافة كانت بعيدة جدا، شافوه وقضت معاهم وقت. وبعد كده أخذت سيدنا محمد وهي ماشية في الطريق عشان راجعة لمكة. حصل يا حبايبي إن هي كمان اتوفت، وتوفت قدام سيدنا محمد. فقد سيدنا محمد يا حبايبي أمه كمان زي ما فقد أبوه، وأصبح سيدنا محمد يتيم الأب ويتيم الأم كمان. رجع سيدنا محمد في حضن مين؟ في حضن جده عبد المطلب اللي هو كان بيحبه جدا ورباه مع أعمامه. ولكن يا حبايبي بعد ما كمل سيدنا محمد 8 سنين راح يا حبايبي كمان فرقه جده عبد المطلب، وعاش سيدنا محمد مع عمه أبو طالب واتربى مع أعمامه برضه. وبعد كده يا حبايبي لما كبر سيدنا محمد قرر عمه إن هو ياخده معاه الشام عشان في تجارة وكده، وكان عايز يعلمه التجارة. ولما أخده معاه في راهب كان بيتعبد في مكان وكده، فحس إن الناس اللي برّه دول ليهم شأن كبير. طلع وسأل أبو طالب وقال له: مين ده؟ شاور على سيدنا محمد وقال له: "مين ده؟" راح قال له: "ده ابني." قال له: "لأ، أنت كاذب، ده مش ابنك." قال له: "أنت عرفت إزاي؟" قال له: الطفل ده هيكون ليه شأن كبير، والطفل ده هيكون نبي." قال له: "إزاي؟" قال له: ما فيش وأنتم جايين ما فيش يا حبايبي صخرة إلا وسجدت لسيدنا محمد، ما فيش شجرة إلا وسجدت لسيدنا محمد، والصخر أو الشجر ما بيسجدش إلا لنبي." وقال له كمان الراهب: "أنا أنصحك إن أنت ترجّع محمد إلى مكة عشان ما فيش حاجة تصيبه وما فيش حد يأذيه." فعلًا قرر أبو طالب إن هو يرجّع سيدنا محمد مع مجموعة ورجعوا فعلًا لمكة يا حبايبي عشان يبعدوا عن أي أذى. وبعديها كبر سيدنا محمد لغاية ما بلغ 20 سنة، وكان أبو طالب علّمه بقى التجارة. وكان قبلها سيدنا محمد يا حبايبي طبعًا كان بيرعى الغنم، لإن ما فيش نبي إلا وراعى الغنم.
وكان شاطر جدا سيدنا محمد في التجارة، وكان بيصرف على نفسه يا حبايبي من المال اللي كان بيجيله، واختنى ساعتها سيدنا محمد. وبكده يا حبايبي نكون خلصنا قصة مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تكون عجبتكم يا حبايبي، وتوتة توتة خلصت الحدوتة. تصبحوا على خير يا حبايب ماما نونا. لو القناة بتاعتنا عجبتكم أرجو الاشتراك فيها وتفعيل الجرس ولايكات كمان. مع السلامة.